بعد ما لفيت كتير جدا على مكان العب فيه سكيت وانا في اسكندريه وما كنتش لاقي، اخيرا لقيت المكان ده العب فيه. المهم رحت للراجل العسل الصغير اللي موجود هناك ده وسلمت عليه وطلع عارفني ومتابعني وبيحبني. قلت له بقول لك ايه، جيب لي سكيت بقى 43 كده يا عم، انا قاعد بقالي في اسكندريه 4 ايام مش بلعبش سكيت، هموت يا اسطى عايز العب. المهم جاب لي السكيت زي ما انتم شايفين كده، وانا كده داخل على الكوتش بتاعي وقلت له هات لي بقى اكياس وكده، عشان طبعا يا جدعان الاكياس مهمه جدا في موضوع السكيت. ليه بقى؟ لو في ريحه مثلا في السكيت ما تطلعش على رجلك، لو رجلك انت اللي فيها ريحه ما تطلعش في السكيت، وبتسهل عليك اللبس وانت كده كده اصلا بتربطه. المهم احمد قاعد عشان يساعدني، لان طبعا ايدي الشمال مش بعرف اقفل بها السكيت عشان مكسوره، فهو قاعد عشان يقفله لي وكده. وقام دلوقتي العب بقى شويه سكيت. الحلو في الموضوع هناك انك بتلعب على البحر، يعني في الهواء. هو الجو كان حر شويه بس بالليل بيبقى تحفه. طبعا انا بعد كده رحت بالليل بس ما صورتش، ده الفيديو اللي صورته. المهم ربطت السكيت زي ما انتم شايفين كده، وهقوم دلوقتي عشان العب بيه ايه شويه. الناس اللي بتلعب سكيت هتبقى عارفه ان السكيت ده ادمان، يعني يمكن بقى ادمان اكتر من بابجي ايام ما كنت بلعبها.